اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى اقول لكم احلى مشروب بقى هنعمله، تاني مشروب هنعمله في رمضان ما نقدرش بجد نستغنى عنه. انا استخدمت 3 كيلو كده من السكر. انت ممكن تعملي تعملي على قدك، هتعملي كيلو كده من السكر. قصاده هتنزلي مثلا بمعلقتين من ملح ليمون، وتنزلي كمان عليهم بمعلقه ممسوحه كده من اسانس بودره التمر، ومعلقه معلقه كده من اسانس التمر، ازازه كده هيدوكي صغيره. طبعا انا كل ده جبته من عند العطار، بجيب حاجات البودره دي كلها وبعملها انا بودره التمر في البيت. طبعا انا عامله عشان 3 كيلو من السكر، فحط اضعاف. نزلت مثلا ب6 معالق كده من الملح ليمون، ونزلت بمعلقتين كده او 3 معالق من اسانس التمر، بودرة التمر. وهنا زي ما انتم شايفين نزلت ب3 معالق كده من اسانس التمر، اللي هي الازازة دي، نزلت حوالي ب3 معالق كده زي ما انتم شايفين. وهنا دلوقتي بقلب كده بالمعلقة. هنا بقى دلوقتي هتلاقوني ايه بقلب بقى كده، بفرك كده بايدي، بفركه كده اكني ببس عجين زي ما انتم شايفين كده عشان كله. بص بقى، انا عامله دلوقتي كميه كبيره بقى 3 كيلو من السكر عشان يفضل معايا طول شهر رمضان. ما اقعدش بقى كل شويه اجيب كيلو سكر واعمل كده، لا انا بعمل بزياده عشان يقعد معايا طول شهر رمضان. هنا بقى زي ما انتم شايفين فضلت طبعا اقلبه كده وابسه زي ما انتم شايفين لحد ما اداني اللون الجميل الخطير ده. هو ده اللون اللي انا عاوزاه بتاع بودره التمر، بدل ما اجيبه من بره. يعني بودره التمر اجيبها سايبه. وطبعا انا مش ضامنه ممكن يكونوا حاطين فيها ايه، لا انا عاملاها في البيت وتحسوه كده لونه غامق، لا انا بعمله اهو في البيت ولونه فاتح وجميل كده. ابتدي اعبيه بقى بطرمانات او اكياس ويبقى جاهز معايا. وهنا دلوقتي هقول لكم بقى ازاي بعمله بقى في شفشه. طبعا عمليت نص الشفشه كده ميه، وبنزل بحوالي 4 معالق كده هرميين من التمر، بودره التمر. نزلت بيها اهو زي ما انتم شايفين في الخلاط. وهنا دلوقتي هنزل بحوالي ربع كوبايه كده من السكر. مش بكتر، بدوق الاول، لو محتاجه ازود سكر تاني بزود، مش محتاج يبقى كده خلاص. وكده بقى جاهز معايا زي ما انتم شايفين اهو، جميل جدا بجد، تحفه. يعني عملت معاكم فيديو اللي فات بودره الصوبيا، واهو بودره التمر. وهعمل معاكم ان شاء الله قبل رمضان حاجات جميله برضو تاني، هنعمل احلى مشروبات تاني. هعمل مشروبات مشروب العناب والخروب ان شاء الله هعمله معاكم. يلا ما تنسوش تعملوا اشتراك واعملوا لايك.